الجزء الثاني من الباب الثالث من كتاب لا بطعم الفلامينكو لدكتور محمد طه. أنا محتاج. بعد ما حضرتك تتحول من مجموعة من الوظائف النفسية البدائية جدا إلى نفس بشرية مترابطة، وبعد ما يتم إشباع الثلاث احتياجات النفسية الأساسية عندك بشكل كافي، وبعد ما يتم ملء فراغاتك النفسية والتحامها والتئامها، تنتقل علاقاتك باللي حواليك لمستوى آخر. في المرحلة اللي فاتت كان كل هدف علاقتك بالآخرين ابتداء بالأب والأم هي الوظيفة اللي بيؤدوها ليك، يعني هتاخد منهم إيه علشان يساعدك في تكوينك النفسي. أنت مش بتعمل علاقة بمعنى علاقة، لكنها علاقة بمعنى وظيفة واستفادة، علشان في الآخر تبقى أنت، تبقى موجود، تبقى هنا. بعد ما بقيت أنت وموجود وهنا، علاقتك بالآخر هتبقى علاقة شخص بشخص، علاقة احتياج من بني آدم لبني آدم، علاقة رايح جاي. هنا هيبقى في مجموعة تانية من الاحتياجات النفسية موجودة برضو من ساعة ما اتولدت، لكنها من نوعية مختلفة شوية. هنا انت محتاج تتقبل وتتحب وتحترم ويهتم بيك، تتقبل بدون شروط وتتحب من غير تفصيل، وتحترم كما أنت ويهتم بيك لأجلك. محتاج تتسمع ويصغى إليك من دون أحكام، محتاج تتصدق، محتاج تقول لأ، محتاج يتعمل لك حساب وتترسم لك حدود، وطبعا محتاج تصدق إنك تستاهل كل ده، واحتياجات تانية كتير. مش بس كده، الاحتياجات دي كلها ماشية في اتجاهين، بمعنى إنك زي ما أنت محتاج تتقبل محتاج برضو تقبل، زي ما أنت محتاج تتحب محتاج تحب، زي ما أنت محتاج تقول لأ محتاج أحيانا يتقالك لأ، وهكذا. كل الاحتياجات دي زي اللي قبلها، خاصة بكل البني آدمين، خاصة بكل البشر في كل عمر وكل زمان ومكان في العالم، وبتبدأ منذ الطفولة. علشان كده اسمها احتياجات إنسانية فطرية طبيعية، هي بتتولد جوانا وبتكمل معانا طول حياتنا. الطفل بيبقى جواه الاحتياجات دي من أمه وأبوه، التلميذ بيبقى محتاجها من أستاذه، الزوج والزوجة جواهم الاحتياجات دي ناحية بعض، اللي بيحبوا بعض، الأصحاب، الأصدقاء. كل علاقة بندخلها في حياتنا بنكون محتاجين فيها بعض الاحتياجات دي على الأقل. لو تم إشباعها من اللي معاك بشكل كافي، هتنمو وتنضج وتزدهر نفسيا، هتحس بقيمتك وتحب نفسك وتستمتع بحياتك. ولو لم يتم إشباعها بالشكل المناسب، هتدبل وتنطفي وتفقد جزء مهم أو أجزاء مهمة من نفسك، وهتفضل الاحتياجات دي موجودة جواك بشكل حاد وضاغط مش طبيعي ومعتدل، وتطردك طول عمرك كنقح الصديد من جرح غائر، أو كالأشباح المخيفة في الليالي المظلمة. علشان كده مهم تعرف انت محتاج ايه في كل علاقة، وهل احتياجاتك دي مسددة ولا لأ. لو كانت مسددة يبقى عظيم وجميل وتمام، ولو ما كانتش يبقى هنقف وقفة ونشوف هنعمل ايه. تعال بقى نرسم الخطوة الأولى على خريطتنا، خريطة الأربع خطوات. اسأل نفسك وبصراحة شديدة، هو أنا هنا ودلوقت في العلاقة دي محتاج ايه؟ وهل الاحتياج ده مشبع ولا لأ؟ من أول علاقتك بأبوك وأمك لغاية علاقتك بزوجتك أو بزوجك. محتاج أتقبل من دون شروط، طيب هو أنا مقبول من دون شروط؟ محتاج أتحب، طيب هو بيحبني زي ما أنا؟ محتاج أصدق إن أستاهل أتقبل وأتحب وأنجح وأفرح هو أنا مصدق إن أستاهل كل ده؟ محتاج أرسم لنفسي حدود محدش يعديها، طب أنا بعمل كده فعلا ولا بسيب اللي رايح يأذي واللي جاي يجرح؟ محتاجة أتشاف وأحس بوجودي وأهميته، هل ده متحقق؟ محتاج أحترم ولا أهان أو أمتهن، ده حاصل؟ محتاجة أقول لأ لو كان حد بيأذيني أو بيشوهني أو بيطفيني، هو أنا بقولها؟ محتاجة أحس بالأمان، ده موجود؟ طبعا مش مطلوب إشباع كل هذه الاحتياجات بنفس القدر في كل أنواع العلاقات. يعني في علاقات الشغل أنت محتاج أكتر إنك تحترم ويبقى لك حدود، في علاقات الحب أنت محتاج أكتر إنك تتحب وتتشاف وتتقبل، في علاقات أخرى أنت محتاج أكتر إنك تتصدق، في علاقات تانية محتاج يهتم بيك، وهكذا. مزيج متنوع ومتغير من التباديل والتوافيق. لكن ما ينفعش في أي حال من الأحوال إنك تتأذي أو تسمح بالأذى تحت أي بند ومن أي حد.
راجع بقى كل العلاقات المهمة في حياتك، وأولها علاقتك بنفسك. راجع تاريخك وحاضرك ومستقبلك، وقف قدام نفسك. أنا محتاج إيه؟ محتاج إيه من نفسي؟ ومحتاج إيه من غيري؟ 1 2 3. وأول ما تعرف وتحدد أنت محتاج إيه، حاول تشوف بصراحة وشجاعة أنت محتاج ده ليه؟ علشان إيه؟ علشان افتقدته زمان؟ ولا علشان مفتقده دلوقت؟ علشان وصلتك رسالة إنه مش من حقك؟ ولا علشان أنت ما طلبتش بيه؟ علشان تبطل تخاف من بكرة؟ ولا علشان تطمن النهاردة؟ علشان اضطريت تدفن نفسك زمان؟ ولا علشان تتولد من جديد؟ علشان وعلشان وعلشان. واضحة الحكاية؟ محتاج توضيح أكتر؟ ماشي. هوريك عينة من كلام بعض الناس اللي مشوا الطريق ده قبل كده، وبدأوا بخطوة تحديد احتياجاتهم غير المشبعة من اللي حواليهم أو من نفسهم. أنا محتاج أتشاف وأتقبل وأتحب وأحترم علشان. أنا محتاج أتشاف وأتقبل وأتحب وأحترم علشان أبطل أسترضي الناس. أنا محتاج أتشاف وأتقبل وأتحب وأحترم علشان أبقى نفسي ومبقاش حد تاني. أنا محتاج أتشاف وأتقبل وأتحب وأحترم علشان أنا تعبت من كتر الرفض. أنا محتاج أتشاف وأتقبل وأتحب وأحترم علشان ما اضطرش أعمل حاجة مضرة ليا علشان أتشاف. أنا محتاج أتشاف وأتقبل وأتحب وأحترم علشان أحترم نفسي. أنا محتاج أتشاف وأتقبل وأتحب وأحترم علشان ما ضيعش عمري في الجري ورا المثالية. أنا محتاج أتشاف وأتقبل وأتحب وأحترم علشان أبقى حر. أنا محتاج أتشاف وأتقبل وأتحب وأحترم علشان أعرف أقبل نفسي. أنا محتاج أتشاف وأتقبل وأتحب وأحترم علشان أتغير لنفسي مش لحد تاني. أنا محتاج أبطل الإحساس بالذنب عمال على بطال علشان المقصود الإحساس المرضي بالذنب. أنا محتاج أبطل الإحساس بالذنب عمال على بطال علشان أسامح نفسي. أنا محتاج أبطل الإحساس بالذنب عمال على بطال علشان أسمح لنفسي إني أفرح. أنا محتاج أبطل الإحساس بالذنب عمال على بطال علشان أحس بالحرية. أنا محتاج أبطل الإحساس بالذنب عمال على بطال علشان أنا حاسس إني مسجون. أنا محتاج أبطل الإحساس بالذنب عمال على بطال علشان أنا مش بستمتع بأي حاجة في حياتي حتى الأكل والشرب. أنا محتاج أبطل الإحساس بالذنب عمال على بطال علشان مزرعهوش في أولادي. أنا محتاج أبطل الإحساس بالذنب عمال على بطال علشان ما اسمحش لحد يحسسني بالذنب. أنا محتاج أبطل الإحساس بالذنب عمال على بطال علشان أقبل اختلاف الآخرين عني. أنا محتاج أبطل الإحساس بالذنب عمال على بطال علشان اللي وصلني طول عمري من اللي حواليا إن مجرد وجودي ده ذنب. أنا محتاج أقبل نفسي كلها على بعضها بدون شروط ولا أحكام علشان. أنا محتاج أقبل نفسي كلها على بعضها بدون شروط ولا أحكام علشان أعرف أعيش حياتي. أنا محتاج أقبل نفسي كلها على بعضها بدون شروط ولا أحكام علشان أنا بشر. أنا محتاج أقبل نفسي كلها على بعضها بدون شروط ولا أحكام علشان أي خناقة مع نفسي هطلع منها خسران. أنا محتاج أقبل نفسي كلها على بعضها بدون شروط ولا أحكام علشان أبطل أسوأ على نفسي. أنا محتاج أقبل نفسي كلها على بعضها بدون شروط ولا أحكام علشان أعرف أغيرها. أنا محتاج أقبل نفسي كلها على بعضها علشان لو ما قبلتهاش هموت ناقص عمر. مهم نعرف هنا إن القبول غير الموافقة، وإني أقبل نفسي غير إني أوافق على اللي أنا فيه. وإني أقبلك مش معناها إني موافق على اللي أنت بتعمله. إحنا بنقبل الموجود كخطوة أولى في طريق تغييره. لما إيدك تتجرح أكيد مش هتقطعها، لكنك هتقبل اللي حصل فيها علشان تعرف تعالجها. لما ابنك يغلط مش هينفع تتبرى منه وتطرده برا البيت، لكنك هتقبله وتقبل وجوده على الرغم من عدم موافقتك على فعله، وده اللي هيساعده إنه يتغير للأحسن. إحنا بنقبل نفسنا علشان نزكيها ونطهرها ونعالجها ونغيرها. أنا محتاجة أشيل شيلتي وبس وما شيلش شيلة حد غيري علشان. أنا محتاجة أشيل شيلتي وبس وما شيلش شيلة حد غيري علشان الحمل بقى تقيل عليا. أنا محتاجة أشيل شيلتي وبس وما شيلش شيلة حد غيري علشان ده نوع من أنواع العقاب لنفسي. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. سورة العنكبوت الآية 13. أنا محتاجة أشيل شيلتي وبس وما شيلش شيلة حد غيري علشان أولادي ما يطلعوش اعتماديين.
أنا محتاجة أشيل شيلتي وبس، وما شيلش شيلة حد غيري علشان ما أقعش في حد انتهازي ويستغلني. أنا محتاجة أشيل شيلتي وبس، وما شيلش شيلة حد غيري علشان لو فضلت كده ممكن بعد شوية أنهار وحتى شيلتي ما أقدرش أشيلها. أنا محتاجة أشيل شيلتي وبس، وما شيلش شيلة حد غيري علشان وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سورة مريم الآية 95. أنا محتاجة أحس وأصدق وأعيش وأمارس إني أستاهل علشان أنا محتاجة أحس وأصدق وأعيش وأمارس إني أستاهل علشان أنا بني آدمة من حقها تحس بده وتصدقه. أنا محتاجة أحس وأصدق وأعيش وأمارس إني أستاهل علشان أنا تعبت من إحساس إني مستاهلش أي حاجة. أنا محتاجة أحس وأصدق وأعيش وأمارس إني أستاهل علشان ما اسمحش لحد يعاملني على إني مستاهلش. أنا محتاجة أحس وأصدق وأعيش وأمارس إني أستاهل علشان أحس بحريتي. أنا محتاجة أحس وأصدق وأعيش وأمارس إني أستاهل علشان ده حقي اللي ربنا اداهولي وما ينفعش استناه من حد غيره. أنا محتاجة أحس وأصدق وأعيش وأمارس إني أستاهل علشان أتحرك من مكاني. كفاية بقى. أنا محتاجة أحس وأصدق وأعيش وأمارس إني أستاهل علشان أوصل لأولادي إنهم يستاهلوا. أنا محتاجة أحس وأصدق وأعيش وأمارس إني أستاهل علشان أول مرة عيط كده لما شفت إني حاسة إني مستاهلش. أنا محتاجة أصحي أنوثتي الحقيقية اللي اتدفنت بالحياة زمان علشان أنا محتاجة أصحي أنوثتي الحقيقية اللي اندفنت بالحياة زمان علشان أنا زهقت من لعب دور الراجل. أنا محتاجة أصحي أنوثتي الحقيقية اللي اندفنت بالحياة زمان علشان أستريح من المعاناة اللي جوايا. أنا محتاجة أصحي أنوثتي الحقيقية اللي اندفنت بالحياة زمان علشان ده حقي. أنا محتاجة أصحي أنوثتي الحقيقية اللي اندفنت بالحياة زمان علشان أنوثتي مش عار. أنا محتاجة أصحي أنوثتي الحقيقية اللي اندفنت بالحياة زمان علشان أعرف أحترمها وأحبها. أنا محتاجة أصحي أنوثتي الحقيقية اللي اندفنت بالحياة زمان علشان أتنازل عن دور المتحكم المسيطر على كل شيء. أنا محتاجة أصحي أنوثتي الحقيقية اللي اندفنت بالحياة زمان علشان أنا ما بقتش عارفة أنا مين. أنا محتاجة أصحي أنوثتي الحقيقية اللي اندفنت بالحياة زمان علشان من حقي أستمتع بيها. أنا محتاجة أصحي أنوثتي الحقيقية اللي اندفنت بالحياة زمان علشان أعرف أتجوز. أنا محتاجة أصحي أنوثتي الحقيقية اللي اندفنت بالحياة زمان علشان أبطل عنف وسوء ظن وأطمن. أنا محتاجة أصحي أنوثتي الحقيقية اللي اندفنت بالحياة زمان علشان أنوثتي مش ذنب. أنا محتاجة أصحي أنوثتي الحقيقية اللي اندفنت بالحياة زمان علشان أتنازل عن دور الغلب والصعبانيات وقلة الحيلة. أنا محتاجة أصحي أنوثتي الحقيقية اللي اندفنت بالحياة زمان علشان أسترد حقي في الحياة. أنا محتاجة أصحي أنوثتي الحقيقية اللي اندفنت بالحياة زمان علشان أبطل أتخانق مع نفسي. أنا محتاجة أتصالح مع جسمي علشان أحس بالأمان فيه. أنا محتاجة أتصالح مع جسمي علشان جسمي بدأ يتعب بسببي. أنا محتاجة أتصالح مع جسمي علشان هو الوحيد اللي مكمل معايا لآخر يوم في عمري. أنا محتاجة أتصالح مع جسمي علشان ده بيتي. أنا محتاجة أتصالح مع جسمي علشان جسمي ملوش غيري يدافع عنه. أنا محتاجة أتصالح مع جسمي علشان أوصله رسائل عكس كل الرسائل اللي وصلته من المجتمع. أنا محتاجة أتصالح مع جسمي علشان ربنا سخره تسخير تام لخدمتي وتنفيذ اللي أنا عاوزاه منه. أنا محتاجة أتصالح مع جسمي علشان يبطل يمرض كل يوم مرض غير التاني. أنا محتاجة أتصالح مع جسمي علشان هو ملهوش ذنب في أي حاجة. أنا محتاجة أتصالح مع جسمي علشان يبطل يعاقبني بالأكل أو بعدم الأكل. أنا محتاجة أقول لأ اللي تكبرني وتوصل رسالة إيجابية للي قدامي علشان أنا محتاجة أقول لأ اللي تكبرني وتوصل رسالة إيجابية للي قدامي علشان أنا مش طفلة صغيرة. أنا محتاجة أقول لأ اللي تكبرني وتوصل رسالة إيجابية للي قدامي علشان محدش كان بيسمعني أصلا. أنا محتاجة أقول لأ اللي تكبرني وتوصل رسالة إيجابية للي قدامي علشان اللي قدامي ده مش ربنا. أنا محتاجة أقول لأ اللي تكبرني وتوصل رسالة إيجابية للي قدامي علشان أنا مش سداح مداح للناس. أنا محتاجة أقول لأ اللي تكبرني وتوصل رسالة إيجابية للي قدامي علشان أحط حدود لنفسي.
أنا محتاجة أقول لأ اللي تكبرني وتوصل رسالة إيجابية للي قدامي علشان أوقف عني الأذى. أنا محتاجة أقبل موت أبويا علشان حياتي الراكدة دي تتحرك ويرجع لها النبض والحياة. أنا محتاجة أقبل موت أبويا علشان أبطل الصراع اللي داير جوايا مع ربنا. أنا محتاجة أقبل موت أبويا علشان أبطل أرمي نفسي في حضن رجالة بتبتزني عاطفيا. أنا محتاجة أقبل موت أبويا علشان أخرج برا سجن الماضي وأقفل ورايا الباب بالضبة والمفتاح. أنا محتاجة أقبل موت أبويا علشان الطفلة اللي جوايا تبطل عياط. أنا محتاجة أقبل موت أبويا علشان أتحرر من دفنتي لنفسي وراه. أنا محتاجة أقبل موت أبويا علشان أصدق إن حياتي ونجاحي وفرحتي من بعده مش خيانة لي. شفت احتياجاتنا وعدم تلبيتها بتعمل فينا إيه؟ شفت ده ممكن يعطلنا ويوقف حياتنا إزاي؟ شفت إنك زي ما عندك احتياجات من الناس عندك كمان احتياجات من نفسك؟ إحنا ممكن نشوف معظم المشكلات والصعوبات النفسية من وجهة النظر دي، وهنكتشف إن كل مشكلة علاقاتية أو صعوبة نفسية أو مرض أو عرض نفسي وراه في الحقيقة احتياج إنساني غير مشبع. كتير من المصابين باضطراب الشخصية الهستيريونية اللي بتحب تسليط الأضواء عليها كل اللي محتاجينه هو إنهم يتشافوا. كتير من الناس اللي عندهم أعراض جسمانية دون أي تفسير عضوي، الأمراض النفس جسدية، محتاجين يلاقوا حد يهتم بيهم. كل الناس اللي عندهم اكتئاب محتاجين جدا يحسوا ويصدقوا إنهم يستاهلوا. حتى الفصاميين اللي بيسمعوا أصوات مش موجودة ويشوفوا ناس مش حقيقية عندهم احتياج كبير جدا لعمل علاقات مع آخرين حتى لو كانوا هيخترعوهم من خيالهم. نرجع لك بقى، عرفت انت محتاج ايه هنا ودلوقت؟ شفت انت محتاجه ليه؟ اكتشفت احتياجك ده مشبع ولا لأ؟ تحب تبدأ؟ تحب تجرب؟ تعالى نبدأ بأبسط الاحتياجات وأهمها على الإطلاق. احتياجك إنك تقبل نفسك كلها على بعضها بدون شروط أو أحكام أو مقارنات. هات ورقة وقلم واكتب ورايا الجملة دي وكملها من عندك على قد ما تقدر من المرات. أنا محتاج أقبل نفسي كلها على بعضها بدون شروط ولا أحكام ولا مقارنات علشان